هلو، كيف حالكم؟ ويلكم فروم كندا. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. باخد وقت عبال ما بطلع بس عشان خاطر شغلي، لكن أزف إليكم الخبر اللي أرجو إن يكون صار على قلبكم، إن أنا عندي حاجة هتستدعي إن أنا أكون موجود معاكم every couple day، يعني كل يومين أتكلم عنها. الاستغاثة اللي أنا طالع أتكلم عنها بصددها، والراهب الممحون اللي أنا طالع أتكلم عنه، والفساد اللي عاوز أتكلم عنه، مش جاي من محافظة في مصر أو كنيسة في مصر، جاي من أوروبا، من ألمانيا. إيه؟ مين؟ كام؟ استنوا هحكي لكم كل حاجة. بادئ ذي بدء، الشعب الأقباط في جنوب ألمانيا ناشد البابا والماما والخالة والعمة عشان يزيل الظلم والفساد والانحطاط كل معاني القذارة اللي موجودة في دير الأنبا أنطونيوس، اللي هو بالمناسبة مش دير. ولسه هوضح ليكم كل اللي عندي، واللي عندي هو الحلقة الأولى، وأنا كاتب بره إن دي الحلقة الأولى، لأن بعد كده هيبقى في التانية والعشرة والخمستاشر لغاية ما يحصل المراد من رب العباد، ويبقى في إحلال وتبديل. الأول أحبائي المسلمين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وانتبهوا معايا لأن الحلقات اللي جاية مرعبة. الفرق ما بين الكنيسة في مصر والكنيسة في أوروبا إن إحنا سواء في كندا هنا كمان في الأمريكتين وأوروبا والأوكيانوس اللي في أستراليا، إن إحنا عندنا الحرية في اختيار من يمثلونا. الشعب هنا ما هواش مغلوب عن أمره، ما هواش معين الراهب بقرار من الدولة زي ما في مصر، ولو راح اشتكى راهب أو قسيس اخبط دماغك في الحيط ويخش في حوارات كتير عشان ياخد حقه. الشعب في ألمانيا، في السويد، عندي في كندا اللي في أمريكا الشمالية، يعني في أمريكا بمختلف الولايات بتاعتها، في أي مكان خلقه ربنا بره مصر، المفروض إن أنت بتختار الممثل لطائفتك، وإن أنت تقدر ترفع قضية. إحنا بنتكلم بجد. أنت عاوز تقول إيه يا هاني؟ استنوا بس، أنا عاوز أتكلم في الحقوق والواجبات والالتزامات. الواجبات بتاعت الشعب القبطي تجاه طائفته أو تجاه دار العبادة أقل بكتير من حقوقه أكتر. يعني من حقك كراجل مسيحي أو كشخص مسلم بتصلي في دار عبادة إن أنت بس، يعني مش كيادة، يعني خصوصا لما يجتمع مجموعة يبقوا هم مجمعين على هذا الشخص، إن هم يشيلوا هذا الشخص اللي بيعمل فساد. مش هيقبل بالقهر والظلم. من خرجتوا من مصر ليه؟ هتقول لي أنا بحترم الجلابية السوداء. حبيبي، المحترم طول ما هو محترم، أفعاله الغلط هي اللي بتشيل عنه الاحترام. النهارده كمثال هبدأ براهب اسمه سارابامون، قاعد في دير الأنبا أنطونيوس، قاعد لسه ما خدش عقد فيزا عمل، واخد فيزا سياحة متعددة، وموجود في دير الأنبا أنطونيوس اللي هو مش دير، واللي في التصريح بتاعه إنه مركز ثقافي والقبطي لا مؤاخذة، لأن من شروط الأديرة حتى عن طريق المجمع المقدس إن يكون الدير منتج، والدير ده ما عندوش إنتاج ب10 ساغ حتى لو كان سكن رهبان. لكن هو واخد التصريح بتاعه عشان يفتح المكان بتاعه إن ده مركز ثقافي تنموي ورعوي للأنشطة القبطية، ودير اللي هو كوهين ينعي ولده ويصلح جميع الساعات. هنقول مش مشكله ما دام الأقباط مش مشتكيين، بس هو في الرخصه بتاعته كلمه دير دي محشوره في الاخر، لان الدير عشان يكون دير، يعني مثلا احنا مجموعه شباب مع بعضنا قررنا ناخد حته ارض ونعملها دير، ده عنده مطنطه بقى، ده عنده مطنط، لازم المجمع المقدس يكون ده دير منتج، بيزرع، عنده محجر، عنده اي 10 ساخ اي حاجه، ويقيم وبياخد الرخصه بتاعته كدير.
وطبعا استشهد بكلام عمو توادرس في أديرة كتيرة ما ادهاش الرخصة بتاعتها، وهو اللي قال الكلام ده برضه بنفسه، إنه ما بيدوش رخصة دير. طبعا انا مش بتكلم على تقصيا وبس، انا بتكلم على ليجالي الورق بتاعك. بس ما دام الاقباط مبسوطين مالناش دعوه، لكن الاقباط طلعوا مش مبسوطين. طب ايه اللي مسكتكم؟ راهب بيعمل علاقات جنسيه مع ستات، راهب ما بيفتقدش وبيطرد الشباب، اللي هو سربمون الانبا بولا، اللي من دير الانبا بولا بصحراء مصر، وجاي بترشيح من الانبا دانيال، وجاي بتوثيق الانبا دانيال رئيس الدير، وجاي كمان بتوثيق من الانبا دانيال اسقف المعادي. ليله عكس رغبه الشعب. طب هل الشعب ممكن يسكت؟ هستعرض اخطاء وجرائم وقبائح سربمون الممحون، وانا استغليت لازم اقول كلمه ممحون لانه علاقاته النسائيه الله ينور. وكمان دياكون شماس، هو في الاصل دكتور اسنان، اتجوز 3 مرات وداخل في الرابعه، يعني داخل السكور عالي عنده، طلق مره اولى وعلاقات هق ودربقي وشخاليل، ومع ذلك بيلبس الشموسيه. الشعب ضج، مفيش افتقاد. بل اكثر شيء كان مؤلم بالنسبه لي وانا بسمع وبشوف الادله، ان في ام مصريه عايشه في المانيا بنتها ماتت، ربنا يرحم الجميع يا رب. لما جت تدفن في المدافن بتاعت الدير، ليهم مدافن الشعب، وفي مبنى تاني في حته ارض تانيه اسمها الطفوس، دي خاصه بالرهبان. سربمون رفض ده، فطبعا هروح ادفن فين؟ بنتي عايزه ادفنها في المقر او في المكان بتاعنا كاباط ارثوذكس. قال لا ماليش دعوه. قال له طب ما انا كده هضطر عشان ما معيش فلوس ان انا احرقها. ولما اتسال شنودة الثالث عن موضوع حرق الجثث رفض الموضوع ده. راجعوا كتاب اسئله الناس الجزء الثالث، قال ان هو بيرفض هذا الموضوع بتاع الحرق بتاع الجسد. فكانت النتيجه لما الام بتستغيث بالراهب، الراهب قال لها ما تتحرق ولا تغور في داهيه، انا مالي. فالشعب شاف الويلات. مش بتكلم على صرخة أم زي دي ولكنها قاسية، ولسه هستعرض في حلقات قادمة أفعال وقبائح سربمون، وإيه اللي يخلينا نتكلم صرخات شعب من هناك. وإن هو الأسبوع الجاي المفروض هينصب ياخد مركز هناك ويبقى أسقف. إزاي معرفش، برغم إن هو لسه راهب، ما خدش قس ولا خد قمص، وحتى لو ادهم له كده في السكرتة عادي زيتنا في دقيقنا. ده منافي للطقس. المفروض بياخد وقت قبل ما يبقى قس، وبعد كده يبقى قمص، ثم بعد ذلك يبقى اسقف. الشعب مش عايزه، والمفروض ان ده اللي هيكون مكان الانبا ميشائيل، بعيدا عن الانبا ميشائيل كان قديس او وات ايفر، بس الشعب كان مرتاح له وكان شايف منه حاجه كويسه. فلما يجي واحد يخلفه يكونوا على هواهم. انتوا مش في مصر مالكمش رأي، انتوا في ألمانيا تقدروا ترفعوا قضية، تقدروا تناشدوا الصحافة وتقولوا ان كنتوا مش مرتاحين لوجود هذا الشخص، وتعرضوا ملف فساده الكامل. لما بتيجي مكان هيتفتح دار عبادة وخدمة لطائفة أجنبية على أرض كندا، على ألمانيا، الكلام ده قانوني، تقدروا ترجعوه ورايا. لازم يكون بيخدم الطائفة. فلو أعضاء الطائفة دول تجاوزوا 60%، رفعوا شكوى وناشدوا في الصحافة، يا تتسحب الرخصة يا الشخص اللي عليه الاتهامات يترحل. مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ النتيجة ان البنت اللي ماتت اتحرقت. انا لا مع ولا ضد، بس هي اتحرقت كالجثة بتاعتها عشان راهب علق رفض انه يدفنها، رغم ان في ناس تاني ادوا له السبوبه بعديها باسبوع دفن لهم وعيط لهم. انتوا بقيتوا كنيسه مصلحه. لما الصمت؟ انتوا بتشوفوا وبتسمعوا وريحه الفساد واصله للسماء، ومع ذلك ساكتين. مستنيين ايه؟ انتوا تقدروا بطرق كتير جدا تعبروا عن غضبكم وتعبروا عن رفضكم لمجموعة الرهبان اللي موجودين في دير الأنبا أنطونيوس. وعلى فكرة بسايد سربمون في 4 رهبان تانيين
ميغا، ناقصين يعملوها كمان افلام سكس جوه. ولا اتكلم على الزوجه السوريه؟ لا بلاش يا هاني، نتكلم في الحلقات القادمه، خلينا مركزين مع سربامون دلوقتي. اوكي. مين ما اتحرش بيه يا شباب اللي متابعيني؟ ده في بنات من ارتيريا اللي هي فوق اثيوبيا اتعرضوا للتحرش، وتعرضوا كمان للاغتصاب. وطبيعة الشعب الارتيري بيوقر الخدام والكهنة، فآثروا السلامة وسكتوا، ودي غلطتهم، أنا مش معاهم. لكن كمان الشعب الارتيري عندهم أو أسرهم ممكن تقتلهم كأن العيب فيهم، مع إنهم اتعرضوا للاغتصاب، مش عملوا العلاقة بمزاجهم. أفعال كتير جوه دير الأنبا أنطونيوس وانتوا صامتين، وتيجوا بعد كده لما نعرض الفضايح ونعرض الأهوال ونتكلم على سربامون الأنبابولا ونقول مكانه بيهبب إيه، تقولوا أصله مش قد الجلابية السوداء. الجلابية السوداء زال عنها الاحترام مادام قام بأفعال غلط. تعجبني كلمة في الجيش: إذا ارتفعت الأيادي تساوت الرتب. مفيش فرق ما بين لواء وما بين عسكري، إيدك اترفعت تاكل بالقلم التاني، المفروض يعني بنقول كده. وبعدين عندكم أمثلة في كتاب مقدس عن عالي الكاهن، برغم إن هو الكتاب ما قالش عنه إن هو كان غلط، لكن هو كان متساهل وسايب عياله بيعملوا بفظائع وزنا وبياخدوا فلوس قدام عينه وهو ساكت ومتهاون. النتيجة كانت نهايته بشعة وعياله اتقتلوا. ما تجيش تدعي القداسة لمجرد بني آدمين ملهمش وجود ولا ليهم أي احتكاك ولا ليهم أي شيء من الاحترام. فكرة الرهبنة لما بدأت من سنة من منتصف القرن الثالث الميلادي على يد الأنبا أنطونيوس، وكلكم مشيتوا على الضرب، كان أساس الفكرة إن الراهب يترزع في ديره، يترزع في مكان خلوة بعيد. إيه اللي نزله تاني؟ خلاص بقى أمر واقع، ما تفتحش بقك. ماشي، مش هتكلم في الحتة دي، ولو إني اتكلمت فيها قبل كده وهتكلم فيها تاني بس في حلقات تانية. لكن خليته يمسك مصر، إيه اللي بيخليه يطلع أوروبا؟ ما نحطش الجاز جنب النار ونقول هو ولع ليه. مش بتكلم على ألمانيا إن هي موبقات، ما كله بيقلع دلوقتي، بس بتكلم على أساس أنت جايب راهب تهبب بيه إيه؟ الكنيسة بره، الكنيسة هنا محتاجة حد خادم، حد يعني محتك بالحياة، حد عنده خبرة. الراهب هيجي يفيدني في إيه؟ لما الراهب كمان إن أنا وافقت بيه، وده مش طقسي إن الراهب ياخد اعترافات، يعني لا ليه دور روحي ولا ليه دور رعوي. طب هو انت جايه تشتغلي ايه؟ جايه تشتغلي بتنامي مع نسوان؟ جايه تشتغلي بتلمي فلوس؟ جايه تشتغلي انك تفرق وتبقى تاجر؟ ما كلهم اغلبيتهم ان لم يكن جميعا جعانين وجايين من جوع وجايين شايفين ان انتوا صفقه. وناس الاقباط اللي جم اشتكوا لي عليكم ان انتوا ترفعوا قضيه ضد الدير نفسه وضد الاقباط، الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه نفسها في المانيا، ان انتوا رافضين وجود سربامون نمبر 1. وبعدين توثقوا ده بصرخه في جريده عندكم، واذا تم هذا هاخد منكم انا هنا واحطه في جريده عندي هنا في كندا. خلوا الضرب بقوه. ما انتوش في المنيا، ما انتوش في طنطا، انتوا في بلد تانيه. معظمكم اللي خرج من مصر خرج يدور على لقمة عيش وحياة أفضل. ما تفضلش لازق بالمقبرة والمزبلة اللي انت خارج بيها من مصر وتستك فيها طول الوقت وتقول مفيش تغيير. طبيعي مناخيرك في مكان مش نظيف، عمرك ما هتشم الحرية وعمرك ما هتنعم باحترام لنفسك. استنوني في الحلقة الجاية، هعرض فظائع أكتر لسربامون، وبعد ما أعرضها نشوف هل الشعب يقبل على نفسه شوية ناس بالقذارة دي ولا لأ. ما تنسوش كمان نادر اللي عاملها حلوانة في سلوانة، واللي واخد مكان مش بتاعه بالنسبة لأفعاله، وكمان بيقال إن هو بيرشي. ما تنسوش أم واحدة ست اسمها
نجاة سودانية ملقبة بأم هاني، بس أكيد مش أمي، مستعمرة وحاطة إيديها على الكانتين وبتبيع أكل منتهي الصلاحية. بقالها يوم؟ لا. بقالها سنة؟ لا. بقالها أكتر من 18 سنة. وضع يد كده. والصحة الألمانية اتكلمت قبل كده، بس هم بيعرصوا لها. ملف الفساد فايح من ألمانيا. استنوا اللي جاي مرعب. استنى واشوف كمان منكم انتوا أفعال عشان أنا كمان أتحرك. كابوسكم المخيف عاد مرة تانية. تشاو.